يا اخي سبحان الله، الواحد كده في شيء لله اكمن قلبه نضيف. لسه كنت من يومين طالعه في فيديو بقول لكم ان الفتره دي هنشهد نوع من الضغوط على مستوى وليفل تاني خالص بقى. قوم يطلع لنا الاخ ده. مين الاخ ده؟ ده ستيف ويتكوف. ويتكوف ان شاء الله. ده المبعوث الامريكي للشرق الاوسط. قال شويه تصريحات يا اخويا، انما ايه، عايز قطع لسانه عليها ان شاء الله. بيقول لك ان هو خايف على مصر. اصل نسبة البطالة في مصر بقت 45%. ليه يا حبيبي؟ انت بتحسب الرضع والهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه من ضمن البطالة ولا ايه؟ 45 في نص المجتمع المصري في بطالة. نهارك اسوح ان شاء الله. وبيكمل بقى تصريحاته المستفزة، بيقول لك اصل احنا خايفين على مصر من الأزمة الاقتصادية اللي عايش فيها. مصر فلست وما عادش فيها فلوس وممكن النظام يسقط في أي لحظة. ويا أخويا والنبي، ده احنا فرحتنا بسقوط كل قادة سماح دولت مش هتكتمل لو مصر وقعت. أصل مصر لو وقعت ده مش حلو علشاننا. وانا بقول يعني ان بدل ما النظام يسقط وتحصل مشاكل في مصر لا قدر الله، يقبلوا يعني مفيش مشكله لما يقبلوا ونساعدهم. وده مقابليه اسماعيل بيه، معروف طبعا مقابليه ان احنا نقبل بخطه ترامب للتهجير. مظبوط يا عم، انتوا مش قلت ان انتوا عندكم اصدقاء كتير وحلفاء كتير موافقين على التهجير؟ ما تفككوا من مصر. ولا انتوا ما عندكوش حد قبل؟ ولا هي الخطه اصلا مصر مش التهجير بس، هي التهجير لمصر؟ طب بص بقى ياض يا وتكوف انت، يعني هلا هلا على الجد وكده هلا هلا عليه يا اخويا. بص يا باشا، كلام ان النظام يسقط في مصر ده وان انتوا تسخنونا على مصر بأزمة اقتصادية او بظروف او ما بيحصلش، مش هيحصل. ده كان زمان يا اخويا، ايام ما كنا عبط. النبي كنا عبط. وهقول لك كلمتين كده يا اخويا، حطهم حلقة في ودنك وبلغهم لبا الحاج ترامب. بلغهم لبا الحاج ترامب. والكلمتين دول باسم الشعب المصري كله. انا هكلمك باسم الشعب المصري كله. سيبك من الكام عيل الشمال والكام كارت محروق اللي انتوا معتمدين عليهم ان انتوا تقوموا الشعب المصري. الشعب المصري اول ما بيحس بخطر على بلده او يتهدد بالفجاجة والصفاقة دي بيمسك في بلده، بيقف في ظهر قيادتها وبيدعمها دعم غير مشروط. عشان كده انا جاي اقول لك الكلمتين اللي فيهم الشفاء. دعم غير مشروط للقيادة المصرية ممثلة في القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعم للجيش المصري في أي إجراءات هياخدها. دعم للحكومة المصرية ودعم لأجهزة الدولة المصرية. وورونا بقى هتنفذوا تهديداتكم دي ازاي. وده قول المصريين، استنى لما تشوف فعلهم بقى. واهدى كده، اهدى واتك على الصبر معانا وامسك العقل. امسكوا العقل في تصريحاتكم، لان انا مش عارفه التصريحات دي انت كنت بتقولها لمين اساسا. يعني انت موجهها لمين؟ اصلك لو موجهها للداخل المصري يبقى انت قاصد تمسك المصريين في بلدهم اكتر. بس انت ما تعرفناش، انت ما تعرفناش. فصلي على النبي في سرك كده، وابلع لسانك. وكفاياكوا تصريحات بقى، كفاياكوا تصريحات مستفزه. ما تستفزوش الداخل المصري، لان احنا لما بنستفز لا بنمسك في بلدنا قوي، بنثبت في قيادتها قوي وبندعمهم قوي. تخيل بقى. والله اقول قولي هذا واقول لك يلا اتكل على امك يلا.